السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناتي المتواضعة غاوي خسارة بمزاجي. الأول حاجة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أحب أشكر كل أخ وكل أخت معايا في القناة على إن العدد وصل ل50 مشترك. حاجة جميلة قوي، ما تتصوروش أنا مبسوط قد إيه. شكرا لكل أخ وأخت دعموني. كل شكرا لأخ وكل أخ وأخت حاولوا هم يشوفوا المحتوى أو يقعدوا يسمعوا إن كان حتى من وقتهم دقيقة أو دقيقتين. ده شيء كبير قوي وتاج على راسي وحاجة أنا فخور بيها جدا. ويا ريت يا ريت اللي فيه عندكم أي سؤال، أي استفسار، أي تعليق، أي حاجة هو محتاجها، يا ريت ما يتأخرش يا اخواتي. احنا اخوات وكلنا بنرزق من فضل الله. معلش انا كان لازم اقول المقدمة دي. اللي انا عايزه اقوله لحضراتكم ان لو انتوا تابعتوا الفيديو اللي فات بتاع البراهمة، هتلاقوا حضراتكم انه لو تابعتوا الفيديو اللي كان على القناة هتلاقوا حضراتكم ان كانت البراهمة ديت النتاية دي كانت راقده على فاضي من غير بيض ولا حاجه، لان جالها وقت الرقاد. فطبعا حضراتكم انا لو سبتها على الوضع ده انها تقوم بقى، لان مفيش بيض تاني، برضو ما كانتش هتقوم، كانت هتفضل راقده الرقده دي لغايه بقى حوالي مثلا ايه، قول 21 يوم او 22 يوم، لغايه لما هي عندها حاجه بيولوجيه سبحان الله، يعني زي ايه، حاجه ربنا عاملها لنا. العنقود يخلص بترقد بقى المده دي كلها. فاللي عايز اعرفه لحضراتكم ان انا كده انا هبقى خسرتها 21 يوم. مهما تقوميها، مهما تقوم من مكانها هترقد تاني وترجع ترقد في المكان زي ما انتوا حضراتكم شفتوا في الفيديو بتاع القناه كده. فانا بعمل ايه في الوقت ده؟ انا عشان ما اخسرهاش وافضل مخليها 21 يوم قاعده من غير اي لازمه وما بتعملش حاجه، انا عايز اشجعها انها تلحق تكون العنقود بيض جديد من اول وجديد بسرعه. وانا كده ابقى استفدت ايه؟ بانها عملت لي بطن وبطنين وانا اللي ابقى كسبان في الاخر الموضوع بطريقه ذكيه. حضراتكم الوقت انتوا شفتوا العش اللي كان موجود جوه وكانت هي راقده عليه في الفيديو اللي فات في القناه، تقدروا ترجعوا له وتشوفوه. راقده ومفيش حاجه تحتها. انا عملت ايه؟ اول حاجه انا شلت العش ده خالص. بصوا هتلاقيني ده المكان اللي كانت راقده فيه. انا شلت خلاص الطوب اللي كان موجود والعش اهو، لسه طبعا ما نضفتش، بس انا بوريكم انا بعمل ايه. اديني رحت شايل مكان العش وطلعته هو والنتايه بتاعته بره. طبعا حضراتكم مش عايز اقول لكم هو بقى قد ايه مبسوط وفرحان. يعني عارفين ايه اللي هو كان مخنوق، وهي لما بتبقى راقده مش بتخليه يقرب لها خالص. طبعا هو كده بقى يستفرد ايه ويعيش وقته على اخر مزاج بقى. فطبعا هي الوقت ده الوحيد اللي هي هتطلع فيه على السطح، وهو هيفضل يجري وراها وينكشها ويعيدوا ذكريات الماضي يعيدوا ذكريات الماضي زي ما بيقولوا. فهي بترجع تملى عنقود بيض من اول وجديد، ويبدا الرزق من اول وجديد، ويبدا الخير تاني، وربنا يزود بيوتنا ويزود بيوتكم من الخير والرزق. امين اللهم امين يا رب العالمين. نفسي ان انتوا لو في حد فيكم محتاج حاجه ولا تعليق يقول لي فيه انه محتاج يعرف معلومه، او محتاج يشتري حاجه، او محتاج يبيع حاجه من عنده، انا اعرضها عندي هنا او اقول للناس عليها. انا ما اتاخرش عن ان انا اخدم اخواتي ابدا. وهو ده اللي هو المفترض ان احنا ايه، لازم نساعد بعض ولازم نبقى احنا كلنا مع بعض ان شاء الله. الخير للكل، وانا اتمنى الخير لكل حد فيكم واتمنى لنفسي، وربنا يرزقنا وإياكم الرزق الحلال يا رب العالمين. فضلا وليس امرا الاشتراك واللايك والشير، وصلوا على حبيبكم النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يومكم كله رزق ان شاء الله. وشكرا قوي 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 على دعمكم ليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.